امبارح انتشر على انستجرام مقطع فيديو وهو حبيب نادين بيتقدم لها في عيد ميلادها. طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا لكل الناس ان نادين بتتخطب. طبعا كانت المفاجأة ازاي بقى؟ ان كانت نادين عاملة حفلة عيد ميلادها، وكانت في الحفلة دي مفاجأة ليها طبعا ان حبيبها بيفاجئها ان هو بيتقدم لها. فطبعا كل الناس كانت مبسوطة جدا وهنتها وباركت لها وفرحت لها. وطبعا نادين نزلت على حسابها الرسمي انستجرام ان المقطع ده، وكتبت عليه انها مبسوطة جدا ان هو حصل كده في عيد ميلادها. وطبعا كل الناس هنتها مرتين، مرة عشان عيد ميلادها ومرة كمان علشان خطوبتها، وكل الناس كانت فرحانة لها جدا. كمان عايزة اقول لكم ان نادين عندها بنوتة، طبعا دايما بتنشر لها صورها على انستجرام و... ودايما بتقول انها بتحب الرقص جدا، ودايما بتدعيلها انها يبقى عندها فرحة كتير جدا في ايامها الجاية، ويبقى ربنا يخليها لها. طبعا احنا بنهنيها طبعا ونقول لها كل سنة وانت طيبة يا نادين، ومبروك على الخطوبة وعقبال الفرحة الكبيرة. لو عجبكم الفيديو او لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي طبعا فشكرا جدا ليكم، وطبعا يا ريت تحطوا لي لايك واشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد مع حكاية هدير. باي باي. امبارح انتشر على انستجرام مقطع فيديو وهو حبيب نادين بيتقدم لها في عيد ميلادها. طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا لكل الناس ان نادين بتتخطب. طبعا كانت المفاجأة ازاي بقى؟ ان كانت نادين عاملة حفلة عيد ميلادها، وكانت في الحفلة دي مفاجأة ليها طبعا ان حبيبها بيفاجئها ان هو بيتقدم لها. فطبعا كل الناس كانت مبسوطة جدا وهنتها وباركت لها وفرحت لها. وطبعا نادين نزلت على حسابها الرسمي انستجرام ان المقطع ده، وكتبت عليه انها مبسوطة جدا ان هو حصل كده في عيد ميلادها. وطبعا كل الناس هنتها مرتين، مرة عشان